واش عمرك كنتي في شي بلاصه او شي مجمع مع الناس وبانت لك شي وحده كتهضر بزاف وكتبرر بزاف او كدير شي مجهود باش تبان، وفي نفس الوقت او في نفس المجمع كاينه وحده اخرى جالسه بكل هدوء كتهضر غير شويه، ولكن الناس كيعطيو الهضره ديالها واحد القيمه كبيره وكيسمعوا ليها اتونتيفمون. هذيك السيده عندها كاريزما الصمت. اليوم غنعطيك الساروت باش تولي عندك ديك الهيبه الملكات، وكيفاش تستعملي السكات ديالك كسلاح باش الناس يحترموك بلا ما تطلبيها منهم. الوغ اليوم غنهضروا على كاريزما الصمت. بقاو معايا حتى الاخر لانني غنعطيكم فقط 3 ديال الخطوات باش تولي عندكم هاد النوع ديال الكاريزما. الوغ كلنا عارفين باللي ولينا عايشين في واحد العالم اللي فيه صداع بزاف، فيه الناس كيهضروا بزاف، حيت كاين الناس اللي كيصحاب ليهم انهم كل ما هضروا بزاف كل ما كيبانوا قدام الناس، كل ما الناس غيعطيوهم قيمه وكل ما غيثبتوا الحضور ديالهم. ولكن هاد الناس غالطين تماما. هي فعلا كاين واحد الناس اللي كيكونوا مثلا كيهضروا زوين، ضحوكيين، نشوطيين، حركيين، كيعجبونا. ولكن الا بغيتي تكون عندك داك النوع ديال الكاريزما اللي كتكون قتاله، راه خصك تكوني واحد الانسانه اللي ما كتهضرش بزاف، لان السكات ديالك هو اللي كيبين انك متحكمه في الاعصاب ديالك. الشخص اللي كيكون كيهضر بزاف راه كيبان بحال الا كيقلب على القبول من عند الاخرين، ولكن انت فاش كتسكتي راه كتعطي واحد الانطباع باللي انت عندك واحد الاكتفاء ذاتي، لان داك السكات ديالك راه كيعطيك بحال واحد الدرع او واحد الغموض اللي كيكون جذاب، كيخلي الناس دائما كيسولوا راسهم هاد السيده هادي شنو اللي كيدور في راسها، هاد السيده هادي فاش كتفكر. واكثر امراه كتكون جذابه هي ديك المراه اللي كتكون غامضه. من بعد ان شاء الله نفصلوا في هذا الموضوع هذا. غنعطيكم دابا واحد 3 ديال القواعد ذهبيه باش تكون عندك ديك الهيبه ديال السكات، غتخليك انسانه عندك واحد الحضور اللي فعلا قوي. دونك خليك معايا حتى الاخر، لان القاعده الثالثه هي اهم حاجه. القاعده الاولى هي القاعده ديال 3 ديال الثواني. فاش يسولك شي واحد ما تجاوبيهش دغيا، شوفي فيه، حسبي حتى 3، 1 2 3، عاد جاوبيه. شي غير هاد شويه ديال الوقت كيعطي الهضره ديالك واحد القيمه كبيره قدام داك الانسان، وكيبين على انك واحد الانسانه اللي كتفكري قبل ما تهضري، وفي نفس الوقت كتكوني واحد الانسانه مستمعه. ثاني قاعده، حيدي منك كثره التبرير. الا شي حاجه ما عجباتكش او بغيتي ترفضيها تو سامبلومون غتقولي لا ما نقدرش وسكتي، ما تشرحي لا علاش لا كيفاش، لان داك التبرير اللي كيكون زايد راه كينقص من الهيبه ديالك ومن الكاريزما ديالك. ثالث حاجه، اهم حاجه في هذا الشيء كامل، اللي هي اللغه ديال العينين ديالك. السكات بلا واحد النظره اللي كتكون قويه كيبان خوف. داكشي علاش قلت لك الا ما طبقتيش هادي راه داكشي الاخر راه بحال كتكبي الماء في الرمله. دائما النظرات ديالك يكون واحد النظرات اللي ثابته وكتبين على انك واحد الانسانه مرتاحه في الداخل ديالك. ملي تكوني كتهضري مع شي واحد ما تبقيش تهربي بعينيك وتدوري فيهم، دائما عينيك يكونوا كيشوفوا في داك الشخص ويكونوا النظرات ديالك ثابتين، حيت هذا الشيء كيبين على انك واحد الانسانه اللي تايقه في راسك. الوغ دابا غنهضر معكم على شنو هو الفرق ما بين الهيبه والخجل، شنو الفرق ما بين الحشمه وما بين الهيبه، لان بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم ان السكات راه هو الحشمه. لوغ كو الحشمه بوحدها، الحشمه هي فاش كتكوني مرتبكه كتبقاي تلعبي في شعرك كتشوفي في الارض وما الى ذلك، لكن الكاريزما او ديك الهبه راه هي السكات مع واحد الحضور اللي كيكون قوي، يعني بعيده كل البعد على الحشمه. الحشمه هي جزء من هذا الشيء كامل، ولكن ماشي كتسيطر لينا على الشخصيه ديالنا. خصك تكوني واحد المراه اللي كتكون حاضره بالجسد ديالها، كتكون مستمعه بذكاء، ولكن دائما خلي الهضره ديالك تكون بحال القرطاس، تكون قليله ولكن في الصميم. وحاولي تخدمي على هذه المساله، كوني انسانه مثقفه، كوني انسانه عندها معلومات كتعرف تهدر. علاش؟ حيت راه ماشي غير لو فيت انك تهضري غير شويه راه هو اللي غيعطيك هذه الكاريزما، لا، هذه الكاريزما هذه كتبدا بالسكات ولكن كتكملها ملي كتهضري وكتعطي واحد الحاجه اللي كتكون مفيده، واحد الهضره اللي كتكون فيها افاده وقيمه للناس، ماشي غير كتهضري في شي حاجه اللي خاويه ولا قلتي شي حاجه ما كتكون عندها حتى شي فائده ومعنى راه هو اللي غيعطيك هذاك الحضور القوي. دونك لا، دائما كوني واحد الانسانه مثقفه عندك درايه تقريبا بزاف ديال المواضيع، باش النهار اللي كتهضري مع الناس الهضره ديالك كتكون عندها قيمه. ودائما خليها حلقه في ودنك، المراه اللي كتعرف تسكت هي اللي كتعرف تسيطر على المواقف والمشاعر ديالها. الا وصلتي لهنا كتبي لي كلمه كاريزما في التعاليق باش نعرفك باللي انت مراه باغا تطور من راسها. وما تنساوش تشوفوا الفيديو ديال المراه المغناطيس، لان فيه بزاف ديال المعلومات اللي غتكمل لكم الصوره على المراه اللي كتكون عندها شخصيه وحضور قوي. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.